اللي بيحرروا الاخبار وعارفين مين المذيعين اللي بيطلعوا عشان يخدموا النظام، معروفين من اول خالص. يعني نفس اللي قالوا الحقونا او اغيثونا او الفئه اللي بتعمل كده هم اللي قالوا كنتاكي واليورو، هم اللي قالوا النظام. هي رشا مجدي دي نفسها بالتحديد دي متقدم فيها كذا بلاغ من قبل من 25 بنفسها اللي كانت طلعت برضو قبل موقعة الجمل وقالت لك الحق ده هنا بيتخبطوا في 6 اكتوبر في مش عارفه في اسماعيليه، حسستني ان البلد كلها منتهكه. ده كان مكتوب لها في الورق. ها لو انت مهنيا ما تعرفيش ان الكلمه اللي طالعه من بقك دي ممكن تقلب بلد، تقوم حرب وتقعد حرب، يبقى انت مهنيا لا تصلحي ان تكوني مذيعه اخبار. من الاخر عشان ايه؟ ما يعني العذر اللي هي اعتذرت بيه اقبح من الذنب اللي هي ارتكبته. انت محرضه على القتل. يعني هي المساله اصبحت كل مشاكل التلفزيون المصري في التغطيه انه رشا مجدي قالت كده؟ مش رشا مجدي بس، احنا باينه واضحه جدا من الاول، التغطيه من اول معتمه. ما احنا شغالين جوه المطبخ يا جماعه. عظيم. وبعدين احنا يعني يعني المسيره بتاعت النهارده كانت اعتراف من المهنيين ان يا شعب ان اللي طلع على شاشات التلفزيون المصري ده خيانه عظمى، مخل بشرف المهنه. في حد يقول لي كلام اتكتب لي واصل انا فجاه لقيت الخبر طالع لي، ده كله فيلم. احنا قادرين لو تجيبوا كل الاحداث بكل الكلام نحلله مهنيا. استاذ عادل اكيد وحضرتك اكيد معايا في الكلام ده، نقدر مهنيا نحلله. دي رساله اعلاميه، ايه الهدف منها؟ واحنا بنقول ان دي لعبتنا. عيب قوي لما يجي واحد زي اسامه هيكل يلعب لعبتنا ويعمل نفسه فاتك علينا. لا، احنا بنعترف قدام الشعب اسامه هيكل استغل الاعلام لخدمه مصالح المجلس العسكري، واللي حصل يوم 9 اكتوبر ده كان فيلم من تاليف وانتاج واخراج اسامه هيكل مع المجلس العسكري. خلينا واضحين. لا